اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. هذه الحلقه غادي تكون متميزه بالنسبه لي انايا. هذه الحلقه انا نزلتها معطله شويه، نظرا انني كنت في ديك الوقيته شويه عيانه وما كنتش قادره ندير واحد الفيديو. ولكن انا شفت شي حوايج اللي صراحه انا بغيت نشاركهم معاكم، بغيت نشارك هذوك الحويجات معاكم وتعطوا الراي ديالكم بكل صراحه وبكل وضوح. انا ديك الوقيته اللي كان هذا المهرجان ديال السينمائي في مراكش كنت مريضه بزاف، ما كنتش قادره ندير واحد الفيديو. وعلاش درت هذا الفيديو دابا؟ ما بغاتش تهضم ليا وراسي ضرني، خاصني ضروري هذا الفيديو هذا نديرو، وان شاء الله تشاركوني نتوما كذلك الفكره ديالي واش انا يعني على صواب ولا على خطا. المهم كنتمنى انكم ديروا لنا لايك في هذا الفيديو هذا وتبارطاجيوه على اوسع نطاق باش ان شاء الله تعمل فائده ونشاركوا الافكار ديالنا كاملين. المهم اللي كنعرفوا مدينه مراكش مدينه كبيره، مدينه سياحيه، مدينه تاريخيه كبيرة على مستوى العالم، ماشي غير معروفة عند المغاربة فقط، وإنما كيجيو السياح من جميع أنحاء العالم. وكذلك الرياضيين الكبار بحال كريستيانو رونالدو، بحال ميسي، اللي هما تبارك الله يعني الا بغينا نقولوا اساطير من اساطير كرة القدم العالمية. وتبارك الله يعني بحال كريستيانو اللي عنده مشاريع كبيرة في مدينة مراكش. كذلك ميسي هاد المرة الأخيرة، هاد الأيام هذه الأخيرة، هو العائلة ديالو يعني جاو من أمريكا مباشرة إلى مدينة مراكش. وهذا يعني شيء اللي كيجيو هاد النجوم تبارك الله الكبار والعالميين، بالإضافة إلى عدد كبير 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 من الفنانة والفنانات العالميين اللي تعجبهم مدينة مراكش وتلقاو فيها واحد الراحة ديالهم، نظرا أولا للتاريخ ديالها والجمال ديالها والناس تبارك الله المضيافة ديال مدينة مراكش. والمغاربة تبارك الله كلهم راه معروفين بحسن الضيافة وحسن المعامله، وهذا شرف كبير وكبير جدا للبلاد ديالنا وترويج سياحي كبير. ومراكش كي كنعرفوها مدينه سياحيه عالمي بامتياز، وكذلك هي كتنافس يعني اكبر المدن العالميه في السياحه الدوليه. اذا انا اللي بغيت نقول هو انه يعني شي اشياء كانت في مهرجان مراكش يعني لا ترقى الى مستوى هذه المدينه، وما كترقاش الى حتى على مستوى المهرجان. بعض يعني اللي كيقولوا انهم فنانه للاسف. نبغى نشارك معكم في هذا الفيديو هذا، حاولوا تكملوا معايا حتى الاخير ان شاء الله. مهرجان مراكش هذه السنه هذه في دورته العشرين. يعني كتعرفوا دائما مدينه مراكش يعني كيحتضن عدد كبير من النجوم في عالم السينما، في عالم الفن السابع، من مخرجين، من ممثلين، من منتجين، من جميع الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال. الغريب في الامر هو المشكل هو الظهور ديال واحد الممثله اللي تتقول انها هي ممثله مغربيه، والمغاربه كلهم جاهم الاندهاش والعجب من الحضور ديال هذه البنت هذه اللي قالت لك هي ممثله. انا ما كنتش كنعرفها، قالوا لي عاد سميتها، راها سميتها نسرين الراضي. يعني بواحد اللباس غير محتشم، واحد اللباس مقزز، واحد اللباس يعني اللي تار الغضب الشديد للمغاربه. شوفوا على حالها، شوفوا الظهر كله عريان، المفاتين ديالها باينه، يعني وهذا اللباس هذا ما تيليقش بوحده بهاد لاطاي هذه، بهاد الفوربه هذه. هاد اللباس هذا حتى الا لبساتو شي وحده طاي كتكون طويله، كتكون مانكان، كتكون ما عندها لا صدر لا كرش لا والو، وكتكون تبارك الله طوله وتجريده. وهذا نضادر في الطابي روج، ما كيناش هذه يعني. وبعض الحركات يعني لا تليق. هذه اللي كانت فنانه، انا ما عرفتش. انا هادو اللي بقاو كيقولوا حنا فنانه، انا ما بقاش كنعرف ان الفنانات العملاقات اللي كانوا تبارك الله بالاحترام وكانوا الناس كيحترموهم، دابا اللي دخل للساحه تيقول لك انا فنان. وانا ما شفتش انا هذا الفن هذا راه ما فن حتى شي حاجه، هذا راه فضيحه هذه يعني. وشوها كبيره 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 دابا في حق الممثله المغربيه، وفي حق الفن المغربي، وفي حق الفنانه المغربيه. كاين ممثلات محترمات زوينات، ولكن شوفوا على الباس، شوفوا على حاله. وانتم لكم الكلمه، الله يجزيكم بخير. الا ما ديروا لايك باش الفيديو ينتشر وبارطاجيو باش يشوفوا الى اي مدى الناس يعني استغربات واستنكرات هذا الشيء هذا. هادو ما فنانات ما حتى شي حاجه. دابا غير اللي جا تيدخل للساحه من بابه الواسع، كي تيقولوا في المثل باك صاحبي، ودخل واشتغل ودير الناس بانك انت راك سينمائي ولا في التلفزيون ولا شي حاجه. ما فهمتش انا هاد الناس هادو بهاد العرا وبهاد الحاله هادي. وكان غير قلت لكم شي طاي، شي حضور، شي شخصيه، شي جمال، شي طولاج،
شي اناقه. هادشي هذا ثار الانتباه ديال المغاربه، ثار الغضب ديالهم، والناس خرجت واحتجت، وكانت صدمه كبيره للجميع المغاربه. بصراحه خرجوا الناس انتقدت، الناس كلهم انتقدوا وتعجبوا ايما عجب لهذا الشيء هذا، وهادشي لا يليق بالفنانات المغربيات على الاطلاق. واكثر من هذا ما خفي كان اعظم. هادشي اللي غادي تشوفوا دابايا، عرفتي راه الناس راه ما تقبلاتوش هادشي اللي غادي يبان لكم دابايا. راه الناس عرفتي بغا يخرج لهم المخ ديالهم. اي واحد، اي راجل مغربي ولا اي ولد مغربي راه ما يمكنش يتقبل بحال هذا. هاد خونا هذا اللي كيبان لكم دابا، هذا جابوه شكون اللي عليه اللومه؟ اللي عليه اللومه الناس اللي مسؤولين على المهرجان، الناس اللي مسؤولين على المهرجان. ويجيبوا واحد بحال هكا، شوفوا التليفون فين دايرو، شوفوا اللباس اللي لابس، اللباس ديال العيالات، شوفوا الاساور في اليد، شوفوا الخواتم، الكولي في العنق، وكيتكلم بحال شي مراه، يعني مراه والسلام، مراه في هذا، مراه بالموسطاش، يعني واحد الحضور هذا. وهذا شنو كيدير؟ قال لك كيدير مصمم ازياء. هذا المصمم الازياء جا تيقول الراي ديالو في الممثلات وداكشي اللي لابسين وغاديين في الطابي غوش، تيقول هذه القفطان ديالها كذا، هذه غاديه بحال غادي العرس، هذه بحال غادي الاسبوع، هذه اللون ماشي هو هذاك، هذه الفصاله ماشي هي هذيك. يعني تيعطيه هو واحد التقييم، ما عرفتي شكون، يعني شكون اللي بعدا كده اصلا شكون اللي عطاه هذا الحق. ولكن الناس اللي هما مسؤولين على هذا الفيستيفال هذا المهرجان هذا، هما اللي مسؤولين اللي يجيبوا بحال هذا. شوفوا على حاله، شوفوا الاساور، شوفوا يعني اللباس ديال انا كلشي قدامكم، الصوره تتكلم عن نفسها. انا ما بقاليش، انا باش قلت لكم راه كنت مريضه، واخا دازوا دابا شي 3 سيمانات هذا المهرجان مراكش، انا ما كنتش قادره نوض. ولكن فاش شفت هذا العجب هذا هو اللي خلاني ندير الفيديو. انا بالدرجه الاولى هو هذا الشيء هذا. هادشي راه ما كاينش، هادشي راه ما يرضاش عليه الراجل المغربي، ما يرضاش عليه الشاب المغربي، راه ما يمكنش. حنا الراجل هو الشهامه، هو الرجوله، الراجل في الدار هو السبع، هو الراجل اللي يقعم ويقعد له، فيه الاب وفيه الاخ وفيه الصديق وفيه الابن وفيه الخال والعم، والراجل اللي قابط البلاد. بحال هادو اللي شنو هادشي هذا؟ من التحت هنا كنشوفوا داك الموسطاج فقط اللي شفناه، يعني وعاد الحركات، وكنشتو الحركات، وكنشتو الهضره، وكنشتو هادشي لا حول ولا قوه الا بالله. وكنشوفوا يعني مصممين عالميا اللي كينتميوا لدول يعني اكثر، يعني اللي تقول لك هي اكثر ديمقراطيه، وكتنادي بالحريات، وكتنادي بالديمقراطيه، وكتنادي. قسما بالله ما عمرني انا في حياتي ما شفت شي مصمم ازياء لهذه الدرجه هكايا، ابدا وابدا. يعني وكان جابوا، يعني انا قلت لكم شي مصمم يعني من كبار المصممين الازياء في العالم، غيجي لابس حوايجو راجل عادي طبيعي. هذا جابوه لنا لهذا المهرجان هذا. يعني واش شوهوا المهرجان، واش شوهوا المغرب، شوهوا المغاربه، شوهوا الرجل المغربي؟ انا ما فهمتش. حنا في واحد القصص كنا كنقراوه فاش كنا صغار، كان داك الكتاب اللي كانوا تيديروا داك القصص بالحيوانات، كانوا تيديروا واحد الوصف لحوريه البحر او عروس البحر. كانوا دائما تيتخيلوها بانها من الفوق هي على وجه سمكه، ومن التحت هي انثى بشريه بحال هكا. دابا هانتوما من الفوق هو موسطاج، يعني كيقول لك حقه هو راه راجل، ومن التحت هانتوما لكم الكلمه. وانتوما شوفوا هذه الحاله هذه اللي وصلنا لها، شوفوا هاد الكوارث اللي وصلنا لها. غادي نقول لكم المهم نتوما لكم الكلمه، وانتوما لكم حق النقد وحق الرد. وكيف انا تصدمت، يعني ما نكذبش عليكم، انا تصدمت في هذا الشيء هذا. وهذا الشيء هذا ما غاديش يمشي لينا بخير في هذه البلاد هذه، وحرام وحشومه هذا الشيء هذا. الشيء راه ما خاصوش يكون لدرجه ان واحد العدد كبير من الرجال يعني ساخطين ما تقبلوهاش. ما يمكنش نوليو بحال هاد، يعني هذه المهم هذه ما عندي ما نقول، قمه السفاله وقمه هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمنى نتوما تردوا كذلك، تعطيونا غير الراي ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو باش ما ينتشرناش هادشي في المجتمع ديالنا. وبالنسبه للناس اللي كتقرا وكتخدم وكتشتغل وبغا تدفع البلاد للفوق، وبغا ترقي هذا المجتمع وترقي الوطن وترقي العقليه المغربيه، وتخرجنا من هذا الشيء ديال يعني بزاف ديال الاشياء مازال كنتظروها حنا، مازال الدوله يعني في التخلف الى اخره. هكا كتلقى ناس اللي كيبحثوا ويقلبوا وهذا، ولكن مع الاسف
برامج واحد اخرين كيردونا اللور. والمهم كيبقى العلم هو اللي كنقلبوا عليه. درنا لايك وشكرا لكم جزيلا.